كلنا بنسمع جملة اتجوز اللي بتحبها، بس في جملة تانية أهم: كمل مع اللي بتتفاهم معاها. ليه ساعات الحب والعواطف الجياشة دي كلها بتتبخر عند أول كام مشكلة جواز حقيقية؟ الحب ده عامل زي البنزين 95، بيخلي العربية تطير، بس لو الموتور نفسه بايظ هتقف بعد أول شارع. الأفلام والمسلسلات علمونا إن الحب هو الحل السحري لكل حاجة، بس في الحقيقة الجواز ده شركة. شركة برأس مال مشترك، ليها أهداف، ومحتاجة مديرين اللي هو أنت وهي تكونوا متفقين على الخطة. الحب هو اللي بيخلينا نفتح الشركة دي، لكن التفاهم هو اللي بيخليها تنجح وما تفلسش. تخيل إن الحب ده هو تصميم لفيلا تحفة كده على الورق، شكلها يجنن، بس عشان تسكن فيها محتاج إيه؟ محتاج أساسات خرسانة، وده التوافق الفكري والعقلي اللي بينكم. محتاج حيطان وسقف، وده الاتفاق المادي وطريقة صرف الفلوس. ومحتاج برضه سباكة وكهرباء، وده التوافق مع الأهل والدوائر الاجتماعية. من غير دول التصميم هيفضل مجرد حلم جميل على ورق، مش بيت حقيقي هتعيش فيه. قبل ما تاخد الخطوة الكبيرة دي لازم تقعد قعدة التفاهم، مش بس قعدة الحب. اتكلموا في الحاجات اللي عيب نتكلم فيها: الفلوس، مين بيصرف على ايه، طموحاتنا المادية ايه، بنحب نصرف ولا بنحب نحوش. الأهل، حدود تدخلهم ايه، هنقضي الأعياد ازاي. والحياة، لو خلفنا هنربي العيال ازاي. طموحك في الشغل ايه الحاجات اللي مستحيل تتنازلي عنها. الأسئلة دي مش بتقتل الحب، دي بتحميه، لأنها بتمنع الخناقات الكبيرة اللي جاية بعدين. الحب بيخلي الرحلة تبدأ، بس التفاهم هو وقود الرحلة اللي بيخليها تكمل.